أهلا بيكم يا جماعة في الدردشة بتاعتنا النهاردة، واللي هنفكي فيها بالظبط إزاي العقلية المالية بتشتغل. هدفنا الأساسي هنا إننا ننقل تفكيرنا من مجرد ناس بتستهلك وتصرف لمستثمرين بيفكروا بذكاء. دي حرفيا أهم خطوة، الأساس اللي لو اتبنى صح كل اللي جاي هيبقى سهل جدا. إحنا مش هنعقد الدنيا ولا هنتكلم عن البورصة وأسهم ومؤشرات مكلكعة خالص. إحنا هنا عشان نتكلم عن السوفت وير اللي جوه دماغنا، العقلية اللي بتتحكم في نظرتنا للفلوس. سريعا كده دي النقط اللي هنمشي عليها النهارده عشان نعمل تحديث للسوفت وير المالي بتاعنا. متلازمه التبخر المرتب، الفرق بين عقليه المستهلك والمستثمر، ازاي ندمر المعتقدات الماليه السامه، خطوات عمليه لاعاده البرمجه، وفي النهايه الفلوس كطاقه. خلونا نبدأ بأول نقطة، وهي ظاهرة مالية بتوجعنا كلنا تقريباً. ظاهرة عشناها وبنعاني منها بشكل متكرر. السؤال اللي دايما بيطاردنا هو ليه المرتب بيتبخر على يوم 15 في الشهر؟ ايه السر اللي بيخليه يختفي في النص بالظبط؟ الفكرة كلها إننا اتبرمجنا من واحنا صغيرين، سواء من المجتمع أو الإعلانات أو السوشيال ميديا، إننا نتعلم عشان نشتغل ونقبض وبعدين هوب نصرف كل حاجة. البرمجة دي خلتنا نربط بشكل أوتوماتيكي بين وجود الفلوس في إيدينا وبين الشراء فوراً. وعشان نوضح الفكرة دي، تخيلوا معايا كده إن المشكلة عمرها ما كانت في قبضنا كام. المشكلة الحقيقية في الدماغ اللي بتدير الفلوس دي. يعني سواء الدخل 5000 أو 50,000، لو الإدارة غايبة النتيجة للأسف واحدة: الإفلاس التام على يوم 20 في الشهر. وده بياخدنا لفخ خطير جدا لازم ناخد بالنا منه، بيسموه زحف نمط الحياة. يعني إيه؟ يعني كل ما الدخل بيزيد بنحس لا شعوريا إن من حقنا نصرف أكتر، نشتري عربية أحدث أو نلبس ماركات أغلى. فجأة نلاقي إن أي زيادة في الدخل بتتحول لمصاريف زيادة، بدل ما تكون فرصة نبني بيها ثروة حقيقية تريحنا بعدين. ندخل بقى على النقطة التانية، واللي هنقارن فيها بين نظامين التشغيل اللي بيحكموا تعاملنا مع الفلوس. التناقض هنا بجد رهيب. عقلية المستهلك بتبص للفلوس على إنها تذكرة الخروجة حلوة أو متعة سريعة، وبمجرد ما الفلوس تطلع من الجيب دورها انتهى. لكن على الناحية التانية عقلية المستثمر بتبص للفلوس على إنها بذرة، أو نقدر نقول موظف صغير شغال عندنا عشان يجيب لنا أرباح حتى وإحنا نايمين. المستثمر بيشتري رفاهيات وكل حاجة أكيد، بس من الأرباح اللي بتيجي، مش من رأس المال الأساسي بتاعه. طيب إيه اللي معطلنا؟ ده اللي هنعرفه في النقطة الثالثة: تدمير المعتقدات المالية السامة اللي محجمينا. أول وأشهر كذبة بنسمعها: الاستثمار ده للناس الأغنياء بس. دي خرافة ولازم ننسفها تماماً. الخدعة دي بتخلينا نوهم نفسنا إننا لازم نستنى مبلغ محترم أو ثروة تهبط علينا من السما عشان نبدأ، وده اللي بيخلي ناس كتير جداً محلك سر وما بتتخرجش أي خطوة لقدام. لكن تعالوا نشوف أرض الواقع بتقول إيه. الحقيقة إن البداية بمبالغ صغيرة بس بشكل مستمر متاحة جدا لينا كلنا، ونتيجتها خيالية. إحنا في عصر نقدر فيه نشتري أسهم بمبالغ لا تذكر أو حتى أجزاء من جرام الذهب. السر هنا مش في حجم المبلغ، السر في الاستمرارية. الاستمرارية دايما بتكسب وتتفوق بمراحل على فكرة انتظار المبلغ الكبير اللي في الغالب عمره ما بيجي. من الحواجز النفسية المدمرة برضو فكرة أنا لازم أصرف عشان أبان غني. ده ضغط اجتماعي غريب بيخلينا نحس إننا في السباق عشان نثبت مستوانا للناس عن طريق المنظرة وشراء حاجات بتفقد قيمتها بسرعة الصاروخ بس لمجرد الشو والاستعراض. بس تفتكروا الأغنياء بجد بيعملوا كده؟ إطلاقاً. الأغنياء الحقيقيين مش محتاجين يثبتوا أي حاجة لأي حد بمشتريات بتلفت النظر. الثروة الحقيقية دايماً بتكون مستخبية، حاجات مش بنشوفها في الشارع، زي الأرصدة في البنوك، الاستثمارات في المشاريع، والأسهم، مش أبداً في أحدث موبايل أو أغلى طقم هدوم. ونوصل لآخر معتقد سام، الجملة اللي بتتردد كتير: التوفير ده يعني حرمان. الجملة دي كارثة، لأنها بتربط أوتوماتيكياً بين إننا نشيل قرش على جنب وبين عيشة كلها بؤس واكتئاب وقيود. لكن خلونا نغير وجهة النظر دي تماماً. التوفير الذكي هو بكل بساطة إننا بندفع لمستقبلنا أولاً. ده مش حرمان خالص، ده إحنا بنشتري حريتنا على المدى الطويل. لما نستخدم طرق منظمة زي قاعدة 50-30-20 مثلاً، إحنا بنضمن استقلالنا المالي قدام من غير ما نعيش في أي اكتئاب دلوقتي. الفكرة كلها إننا بندفع لراحتنا المستقبلية قبل ما نصرف فلوسنا على الكافيهات والمطاعم. ودلوقتي جينا للنقطة الرابعة، العملي بقى. إزاي نبرمج دماغنا من جديد بخطوات نقدر ننفذها من النهاردة؟ أول خط دفاع رهيب ضد الشراء العاطفي أو المندفع هو قاعدة 48 ساعة. جربوها كده. لو عجبكم حاجة مش أساسية وعايزين تشتروها، حطوها في سلة المشتريات وسيبوها 48 ساعة بس. هتتفاجئوا إن بنسبة 80% الرغبة في الشراء دي بتتبخر، لأنها كانت مجرد حماس لحظي مش أكتر. كمان في تركية تانية بتغير زاوية الرؤية تماماً. إحنا محتاجين نبدأ نحسب تكلفة الحاجات اللي بنشتريها بساعات من عمرنا، مش بس بالفلوس. يعني نسأل نفسنا بصراحة، هل التيشيرت الجديد ده أو الموبايل ده يستاهل أضيع قصاده 5 أيام أو شهر من عمري ومجهودي في الشغل؟ لما بنبدأ نبص للمشتريات بالنظارة دي ونقسم سعر أي حاجة على اليومية اللي بنكسبها بصعوبة، بنكتشف التكلفة الحقيقية من تعبنا وعمرنا.
وقتها العقل الباطن بيرفض تلقائياً إنه يبعزق الفلوس في حاجات ملهاش لازمة، لأن التكلفة الحقيقية بتبقى غالية جداً. دي حتة من عمرنا. ونوصل للنقطة الخامسة والأخيرة، الخلاصة اللي بتجمع كل اللي اتكلمنا فيه. الفلوس عبارة عن طاقة. المعضلة كلها في النهاية عبارة عن اختيار لازم كلنا ناخده بخصوص دورنا المالي. هل هنكون مجرد نقطة عبور كوبري، يعني الفلوس تعدي من جيب الشغل لجيوب أصحاب المحلات وإحنا نطلع بلاش، ولا هنقرر نكون خزان بيحفظ الفلوس دي يستثمرها ويضاعفها عشان تخدمنا إحنا؟ الفلوس عمرها ما كانت مجرد ورق مطبوع، دي خزان طاقة بيمثل مجهودنا وتعبنا والوقت اللي صرناه في الشغل. عشان كده أهم درس نخرج بيه هو إننا نحترم الطاقة والمجهود ده. لازم نحافظ على طاقتنا دي ونكبرها بدل ما نسربها للغير وإحنا مش واخدين بالنا. بكده نكون خلصنا كلامنا في الوحدة دي. جهزوا نفسكم بقى للوحدة الجاية اللي هندخل فيها في الجد ونستكشف لعبة الأصول والخصوم. ولحد ما نتقابل تاني، خلونا دايما نسأل نفسنا، هل الفلوس اللي في محافظنا دي هتبقى مجرد ممر للناس التانية، ولا خزان يحمي حريتنا في المستقبل؟ هذا الكورس مقدم من قناة قرشين